سلام عليكم. شوف ايش وقع إلى تفاصيل. تفاعلت ولاية أمن طنجة بشكل سريع وجدي فيما يتعلق بشريط فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر شخصا يحاول سرقة سيدة في الشارع العام بحي البرانس 2 بطنجة يوم الخميس 13 يوليوز. وأفاد مصدر أمني بأن الأبحاث والتحريات التي أجريت على أساس هذا الشريط كشفت أنها قضية جنائية يتم التعامل معها حاليا من خلال مصالح الشرطة القضائية في منطقة أمن بني مكادة بطنجة. وقد أدت الأبحاث إلى اعتقال المشتبه به وهو يرتكب جريمة سرقة مماثلة يوم الخميس، بالإضافة إلى ضبط الدراجة النارية التي استخدمت في هذا النشاط الإجرامي. وأضاف المصدر أن عملية تنقيط المشتبه به في قاعدة معطيات الأمن الوطني أدت إلى اكتشاف أنه موضوع مذكرة بحث على المستوى الوطني، والتي صدرت عن مصالح الشرطة القضائية في مدينة سيدي سليمان بسبب الاشتباه في تورطه في اعتداء جسدي على قاصر. وتم الاحتفاظ بالمشتبه به الذي يبلغ من العمر 28 عاما ولديه سوابق قضائية تحت تدبير الحراسة النظرية في انتظار التحقيقات القضائية التي تشرف عليها النيابة العامة المختصة للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية. وما زالت التحقيقات جارية لتحديد هوية شريكه في الجريمة. في النهاية لا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو.